يا مساء الخير. اتمنى تكونوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. العوامات، الزلابية، لقمة القاضي، كلها مسمى لحاجة كلنا بنحبها وبناكلها كتير قوي في رمضان. بس برضو في غير رمضان بنحب ناكلها جدا. هعمل لكم النهاردة الزلابية زي ما طلبتوا بطريقتين مختلفين. تعالوا بينا نشوف ايه الاختلاف وايه اللي يناسبنا فيهم. تعالوا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه عندي كوبايتين ميه دافيه، هبدا بكوبايتين وبعد كده هنشوف العجينه هتحتاج قد ايه. هنزل عليهم معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره، وهديهم تقليبه كده مع بعض وهسيبهم على جنب يختمروا والخميره يعني تتنشط وتتفاعل. عندي بعد كده 3 كوبايات من الدقيق، اي نوع دقيق طبعا تقدروا تستخدموه. وعندي معلقه صغيره بيكنج باودر تديني بس هشاشه للزلابيه. وعندي نص كوبايه نشا. انا هكتب المقادير كلها في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بالجرامات وبالكوبايه. عندي بعد كده 3 معالق كبار لبن بودره اختياري، وعندي معلقتين كاسترد اللي هي بودره الكاسترد. دي متوفره في اي سوبر ماركت على فكره وسعرها رخيص جدا، ولو مش موجوده نقدر نبدلها بالنشا، يعني هنزود مقدار النشا. هنزل بعد كده بقى بالمكونات السايله. في كمان رشه ملح طبعا، وكيس فانيليا بودره او سايله زي ما تحبوا. كده كده بودره الكاسترد فيها فانيليا اصلا. هقلب بقى الحاجات دي مع بعض كده، وهجيب كوبايه ميه دافيه احتياطي جنبي على حسب. هنشوف بقى الميه هتبقى قد ايه. انا بدات بكوبايتين والكوبايه الزياده دي مش هاخدها كلها. حطيت 3 معالق من الزيت، وبعد كده هعجن وهشوف بقى انا هحتاج الميه كلها ولا لا. انا الدقيق بتاعي احتاج تقريبا كوبايتين ونص، ما استخدمتش الكوبايه الثالثه كلها. بس خطوة أساسية جدا جدا إن احنا نعجن الزلابية كويس جدا ونقعد نضرب فيها كده وندخل فيها هوا. نضربها لازم بإيدينا ولازم نحس بيها. لازم نقعد نضربها كده، عارفين زي ما بنشوف الفلاحين وهم بيعجنوا الفطير، احنا هنعمل كده. نقعد نعجنها لحد ما تكون ملساء وناعمة وما فيهاش أي تكتلات خالص، زي ما أنا بعمل كده بالظبط. والعجينة لازم تكون مطاطية كده ونفعل الجلوتين علشان تطلع مظبوطه. هغطيها بستريتش وهسيبها تخمر لمده ساعه. الشربات عندي طبعا جاهز، شربات تقيل بارد زي بتاع الكنافه بالظبط. هطلع بقى الزلابيه بتاعتي بعد ما خمرت كده، وهديها بقى تقلبتين. لازم اهبط العجينه كويس جدا، لازم ما يبقاش عندي اي فقاعات هواء او حاجه علشان العجينه ما تبصش في القلي. انا هشكلها معاكم بطريقتين. الطريقه الاولى هي المعلقه المعياريه اللي موجوده عندنا كلنا. هحطها في زيت واخد العجينه كده وانزل بيها في القلي. اولا لازم يكون كل حاجه جنبي، الصينيه، الشبكه اللي هقلب بيها، المعلقه، العجينه، عشان ما اقعدش اجري بس ورا نفسي كده والعجينه اللي في الزيت دي تتحرق. فانا اول طريقه شكلتها كانت بالمعلقه. هعمل طريقه تانية بكيس الحلواني، ودي الطريقه بصراحه الاقرب الى قلبي لانها سريعه جدا وهتشوفوا بنفسكم. انا عملت طريقتين في القلي. اول طريقه زي بتاعت امهاتنا كلها زمان، ان هما بيقلوها مره واحده بس. عشان انا عايزه اقول لكم الفرق ما بين الطريقه دي وايه الطريقه دي، ايه اللي هيحصل لما اقليها مره واحده وايه اللي هيحصل لما اخدها على قليتين. زي دلوقتي كل الفيديوز هتشوفوها بتقلي الزلابيه على مرتين. انا بقى نزلت بدي اول شكل عملته كبير شويه عشان كان بالمعلقه. هقلب كده بالشبكه وهبدا لما تحمر كويس هديها تحميره حلوه محترمه عشان تطلع مقرمشه. وهبدا بقى انتشل او اشيل كده اللي احمروا كويس قوي، واللي لسه ما احمروش ضروري ان انا اقعد اقلب في الزلابيه طول ما هي كده على النار علشان تاخد لون موحد. بس اول ما بحطها بسيبها تتشمع، ما اجيش ناحيتها. خلاص انا خرجت الزلابيه كلها كده وقلبتها في الشربات. لو بتحبوها مسكره قوي سيبوها شويه في الشربات، لو بتحبوها زي خفيفه وما فيهاش سكر كتير شيلوها على طول. انا بصراحه شلتها على طول. الطريقه التانية هجيب كيس الحلواني واحط فيه شويه زيت كده وادهنه كده من جوه. ليه؟ عشان العجينه لما احطها جوه ما تلزقش في الكيس وتهدر لي كتير جدا. هفتح بقى الكيس بتاعي بالمقص الفتحه اللي انتوا عاوزين حجم الزلابيه يكون على قدها. انا فتحت فتحه وسط صغيره شويه عشان عندي في البيت قالوا لي احنا عايزينها اصغر، مش عايزينها كبيره كده، فصغرتها مش مشكله. هنزل بالمقص في الزيت وابدا بقى اقص. بصوا انتوا بتقصوا بتبقى بتنزل اشكال فضائيه، يعني اول ما بتنزل ما بتبقاش مكوره، بس عشان العجينه معموله صح فهي بتلم على نفسها
وبتكور. اللي انا عاوزه اقوله ان لو العجينه معموله صح الزلابيه هتطلع كور منتظمه، مش هتطلع اشكال فضائيه. الناس اللي بتقعد تقول لي انها بتطلع قرص وبتطلع بطه وبتطلع وزه، دي بتكون العجينه نفسها فيها مشكله مش التشكيل خالص. خلاص انا هقلبها كده. الباتش ده بقى او الشويه دول انا هقلبهم نص، اعملهم نص تحميره عشان اقول لكم ايه الفرق ما بينها وما بين اللي اتحمرت تحميره كامله. هطلعها كده بالمنظر ده وافردها على صينيه جنبي، وما احطهمش فوق بعض، افردهم جنب بعض واسيبهم يبردوا لمده ساعه او حاجه. في الجو اللي احنا فيه ده نص ساعه كفايه او ساعه زي ما تحبوا. وفي المرحله دي ممكن كمان نسيبها تبرد تماما ونحطها في علبه ونخزنها في الفريزر ونطلع نقلي ونكون مجهزين شربات. يلا ده اول باتش كده عملته وكان طعمه تحفه وكانت مقرمشه جدا جدا عايزه اقول لكم. دلوقتي بقى هقلي القليه التانيه. قليه القليه التانيه الزيت يكون سخن، بس النار بعد ما يسخن نوطي النار عشان الزلابيه ما تتحرقش. في المرحله دي انا مش هخلي النار واطيه ولا حاجه، هي يا دوب انا عايزاها تاخد لون، فانا هخلي الزيت سخن والنار وسط مش عاليه قوي عشان الزيت ما يتحرقش ولا الزلابيه تتحرق، وافضل اقلب فيها كده. واللي هيحمر هطلعه واحطه في الشربات. انا طلعت بقى اللي قدرت عليه كده، اللي احمر حطيته في الشربات وقلبته بسرعه وطلعته. وفي جزء حمرته وما حطيتش عليه شربات عشان هزينه بسكر بودره. تقدروا كمان تزينوها بشوكليت، بنوتيلا، بزبده فستق، بزبده لوز، زي ما انتوا عاوزين اللي تحبوه. بصوا بقى انا عندي كده 3 اشكال من الزلابيه. اللي في طبق ذهبي دي اللي اتحمرت تحميره واحده بس، اللي انا برش عليها سكر بودره دي متحمره مرتين عادي جدا، كانت مقرمشه جدا جدا. واللي في الطبق المستطيل دي برضو من اللي هي الصغيره اللي اتحمرت مرتين، برضو كانت مقرمشه جدا جدا. الفرق ما بينهم هما الثلاثه هقول لكم عليه. اللي هي اتحمرت تحميره واحده تاني يوم لما اتغطت واتسابت كانت اقل قرمشه، فضلت برضو مقرمشه وبتتاكل وطعمها حلو، ما اترمتش ولا اي حاجه وكلناها، بس ما كانتش مقرمشه قوي، عارفين يعني طريت شويه. اللي عايزه اقوله ان انتوا لو هتعملوا كميه صغيره على قدكم، او انت عندك ضيوف كتير وعارفه انها هتتاكل كلها في نفس اليوم، اقلي مره واحده ما تعذبيش نفسك. دي بقى اللي اتقلت مرتين فضلت تاني يوم مقرمشه زي اول يوم بالظبط، كانت محتفظه بقرمشتها، حتى اللي ما اتحطتش في الشربات فضلت برضو قرمشه جدا. والاتنين من جوه كانوا هشين، الاتنين من جوه كانوا نفس الطعم، الفرق بس كان في القوام. واحده فضلت مقرمشه لتاني يوم والتانيه طريت شويه تاني يوم، بصراحه ما كانتش بنفس درجه القرمشه. شوفوا اللي يناسبكم بقى انتوا واعملوه زي ما اتفقنا. اتمنى تجربوها وتقولي رايكم ايه. لو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فشكرا جدا، بحبكم.